طيب مين بقى اللي موت احمد رفعت؟ مين اللي موت احمد رفعت؟ سؤال في منتهى البواخة، وانا مش عارف احنا بنعمل في بعض ليه كده. سؤال بنسأله لبعض وكمية اتهامات بنرميها على بعض من اول ما سمعنا الخبر لاخر اليوم. مين اللي موت احمد رفعت؟ احمد رفعت الله يرحمه ويصبر اهله ويصبرنا معاهم. احمد رفعت بعد الحادثة اللي حصلت في ماتش فيوتشر، وبعد شفائه على خير، وبعد ظهوره كمان مع ابراهيم فايق، توفاه الله. يعني الله يرحمه، كلنا زعلنا عليه. الخبر هز الشارع المصري كله، مش الشارع الرياضي بس، حتى اللي ملوش في الكرة اتأثر بالخبر النهاردة. خبر كده كمان موت الشباب ده بيهز اي حد، بيخلي اي حد يتراجع على اللي هو بيعمله لو كان اللي بيعمله ده غلط. فموت احمد رفعت ربنا يا رب يصبر اهله، وان شاء الله يكون من اعلى وفي اعلى درجات الجنة. لكن هو موضوع ايه؟ موضوع احنا بنعمل ليه كده؟ من يعني احنا سيبنا موت احمد رفعت وسيبنا العظة اللي المفروض ان احنا ناخدها من موت شاب صغير عنده 30 او 31 سنة، كشباب وكناس كبيرة في السن او كناس صغيرة في السن، نقدر ننصحهم بفكرة ان الموت موجود لأي حد وموجود ومش مرتبط بسن. ليه وصلنا من ساعة ما سمعنا الخبر وانا بتفرج على السوشيال ميديا كلها على صور احمد شوبير والاحمد دياب؟ يعني وبقت كمان الهبل اللي احنا بقينا فيه والتخلف العقلي اللي احنا بقينا فيه، ان احنا سيبنا الموعظة وسيبنا العظة اللي ربنا مديها لنا ورحنا لأحمد دياب ورحنا لأحمد شوبير. وبقت كمان بقت زملكاوية في أهلاوية في اسماعيلاوية في بورسعيدية. الزملكاوي يقول لأحمد شوبير، والأهلاوي يقول مش عارف دياب، والبورسعيدي يقول مش عارف مين الاسكندراني، والاسكندراني يقول مش عارف مين الاسماعيلاوي. مين السبب يعني؟ مين هيكون السبب في وفاة لاعب؟ مين هيكون السبب في وفاة بني آدم؟ يا سيدي حتى لو في مشاكل حصلت ما بينه وما بين إدارة فيوتشر السابقة اللي كانت مؤسسة النادي، فالمشاكل موجودة ما بين أي لاعب وما بين أي إدارة. فكرة همشيك، أنا عايز أمشي، أنا عايز أقعد، أنا عايز أجدد، لا هتمشي، لا هتقعد، لا هبيعك، لا هعيرك، لا مش هتلعب. الفكرة دي موجودة، لكن احنا بنشوه أسامي ناس ليها أسرها وليها عائلاتها ومحدش كسبان. يعني يا ريت يكون حد كسبان. هو لو في جاني ومجني عليه، روحوا للقضاء بتاعنا وروحوا اقرب اسم بالبلدي كده وروحوا اشتكي للجاني. لكن هو مفيش مجني عليه ومفيش جاني حضرتك علشان تفضل تقول احمد شوبير، احمد دياب، مش عارف مين، ابراهيم مش عارف مين هو السبب، اصل كان بيعاملوه بشكل مش كويس. أصل هو لو كان في مشكلة فكانت مشكلة ما بين لاعب وإدارة. كفاية صور الناس دي عندها أسر ومش هيفيدوا أهل أحمد رفعت. يعني يا ريت هيفيد حد بحاجة اللي انتوا بتعملوه. رحنا الهيافة بتاعتنا راحت للأهلوية والزملكاوية، والزملكاوي بيقول على أحمد شوبير هو السبب، والأهلاوي بيقول على مش عارف مين هو السبب. والمشكلة كمان بقت اللي بيقولوا كده بقوا صحفيين كبار، واللي بيقولوا كده بقى بيركبوا ترند. والراجل الطيب اللي طلع وبيعمل النمر بتاعت كل اي ترند بتحصل، كان اخرها مع الموسيقار اللي توفى. ومش هسيب حقه مش عارف ايه، برضو طالع النهارده مش هسيب حق مين يا فندم؟ حق مين اللي مش هتسيبه؟ لاعب. تعال نتكلم على فكرة الماتشات اللي بعد الفطار على طول في رمضان. كانت من احد او يمكن هو السبب الاهم او السبب الواضح في وفاة اللاعب. فكرة المواعيد، توقيت المواعيد. ازاي ماتش يتلعب اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان بعد الفطار مباشرة؟ ما هو ما ينفعش، ما مش محتاجة دكتور يقولك ما ينفعش او ينفع. تعال نتكلم في ده. انما انت هتكلمني اصل وليد ده، طب ما وليد دعبس مثلا مشتري نادي مودرن فيوتشر ده من سنة يمكن. هل اللاعب كان تعبان نفسيا من قبل ايام احمد شوبير واحمد دي؟ كلام غير عقلاني يا اخوانا. سايب انا برنامج جايب وكيل اعمال بيحكي وبيتحاكى وبيودي وبيجيب في ناس ومش عارف ايه، وانا السبب وانا كنت من احد الاسباب. طب انت ما قلتش ليه كده من بدري يا فندم؟
انت لو شايف ان في حاجة جنائية، طب ما تروح للقضاء بتاعنا وتتكلم فيه. ليه بتعملوا كده؟ ليه بنعمل كده في بعض؟ ليه سيبنا العظة وفكرنا فصل هو عمل مش عارف ايه صح، هو عمل لا هو التاني اللي عمل وبعدين بقى مين بيلم لايكات اكتر؟ هي والله هو مين بيلم في لايكات اكتر؟ الصفحات الزملكاويه منزله لي صور اللي مش عارف مين، الصفحات الاهلاويه منزله لي صور مش عارف مين. محدش فكر يعني اقول ايه والله بجد، يعني محدش فكر يدعي له مثلا، يدعي لاهله، يدعي لنا احنا كشباب موجوده. محدش فكر يقول يا جماعه دي خلي بالكوا دي رساله من ربنا فوق. لا، السوشيال ميديا كلها صور احمد شوبير، احمد دياب، احمد شوبير، احمد دياب، احمد شوبير. افتح اي برنامج على السوشيال ميديا، ايه ده؟ خفوا شوية، لازم نخف شوية على بعض يعني بجد لازم نخف شوية من على بعض يا اخوانا. مش كله كده، مش كله كده، مش كله اهلي وزمالك. هي مش كلها اهلي وزمالك، ومش كلها لايكات، ومش كلها ريتش، ومش كلها مش عارف ايه. مش كلها كده يا اخوانا.